عند الاحناف قصر چې دی نو دی وی واجب دی. یو قول دا دی. امام شافعي رحمت الله علیه نه اقوال دا نقل دي د قصر په باره کې. مشهور دا ده چې قصر رخصت دی په سفر کې، او اتمام دی وی دا افضل او غوره دی. د امام مالک رحمت الله علیه نه هم اقوال دا نقل دي. اصحاب ته یو روایت را نقلی چې دا فرض دی. مشهور روایت چې د امام مالک رحمت الله علیه نه را نقل دی هغه دا دی چې دا سنت دی. امام احمد صاحب نم روایت را نقل دی. یو روایت ته نه دا دی چې دا فرض دی، او بل روایت ته نه دا را نقل دی چې دا سنت. دویمه مسله دې ذکر دا ده چې مبدا د قصر څه شی ده. ادله ته چې موږ او تاسې وګورو هغه دا چې مونځ د اسراء په شپه باندې دا رکعتین فرض کړی شوی و، دو رکعات ما سوا د ماښام نه. بیا د هجرت نه بعد په مانځه کې زیادت راغی الا صبح، مګر د سحر مانځه کې نه. ماسپښین کې زیادت راغی څلور شو، ماښام خو اول نه درېو. ماسخوتن کې زیادت راغی څو شول؟ څلور. مازدیګر کې زیادت راغی څو شول؟ څلور. نو چې دا څلور شول نو بیا د هغې نه وروستو ثم بعدا استقر فرض الرباعیت، دا د رباعي څلور رکعتیزې مونځ چې دا مستقر شه غیر د سفر نه. نو په سفر کې مولوي صاحبانو په هغې کې بیا قصر راغی. آیت دی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، چې تاسې په مانځه کې څه شی وکړئ؟ قصر وکئ. نو دغې نه بعد قصر رشه، چې قصر شه حالت د سفر کې نو څلور رکعتیزې مونځ به څو وي؟ دوه، او د ماښام مونځ به په مغې خپل حالت باندې باقي وي. دویمه مسله درېیمه مسله په دې ځای کې دا د مولوي صاحبانو چې هغه دا فقها لیکي غوره مذهب په دې ځای کې د امام مالک، امام شافعي رحمت الله علیه او د نورو محشي وی هغه دا دی چې انه اذا ازمع المسافر على اقامه 4 ایام نو اتم. د هغوی رایه دا دی چې مسافر چېرته قصد وکړي چې دې ځای کې به څلور ورځې پوره کوم وایي مونځ به پوره کړي. امام ابو حنیفه او امام سفیان ثوری رحمت الله علیه وی اذا ازمع على اقامه 15 یوما اتم. یو ځای کې چې یو څوک د 15 ورځو د پاتې کېدو اراده وکړي او عزم وکړي نو هلته به دی د خپل مونځ پوره کوي او بیا به چې دی قصر کوي پکې. وای قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن انس بن حسين عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. الا که بیا به زیادت کو پکې نو خپل مونځونه به مو پوره کول. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بمكه شيئا؟ قال اقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين. وبه قال حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات. دا حدیث چې د منا والی راخسته دی مولا علی قاری رحمت الله علیه وی دا ظاهر کې منافی دی د مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه سره. ولې هغې ویل چې اذا قام 4 نو یجب الاتمام. یو ځای کې څوک 4 ورځې مقیم شي نو په هغه باندې څه شی واجب دی؟ اتمام واجب دی. اوس مو پکې ویلی او امام صاحب وایي چې یقصر ما لم ینوي الاقامة 15 یوما، چې تر څو پورې یو چا نیت د اقامت نه یې کړی نو د هغه به پکې قصر کړي 15 یوما. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمنى 4 ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاسترجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين.
فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة الا من كان معه حج. تابعه عن جابر رضي الله تعالى عنه. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنه يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخا. وبه قال حدثنا اسحاق قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرمنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا معها ذو محرمنا. تابع أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمتنا. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل بن مالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة رضي الله تعالى تتم؟ قالت أولت ما تأول عثمان. څنګه تاویل چېږي کو د تاویل هغه عثمان رضی الله عنه کو نو دیم کړه. باب يصلي المغرب 3 في السفر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اعجله السير. نو دا هغه صورت کې دا حقیقي جمع نه ده، دا جمع سوري ده. نو ماښام مخ به وروستو که ماسخوتن به را مخکې کړو، ماښام به خپل وخت کې وکړو، ماسخوتن به خپل وخت کې وکړو. وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته سفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال السر فقلت له الصلاة فقال السر حتى سار ميلين 3 ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليلة. باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به. جائز. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإماء على الدابة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به يوم. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يوم برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في صلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة ويوتر عليها. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت الحنفية هذا المروي عن ابن عمر كان قبل أن يحكم أمر الوتر لأنه كان أولا كسائر التطوعات ثم أكده بعد ذلك وكان ما فعله ابن عمر من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ. دا چې تر څو پورې د وتر امر متحقق نو
نو وتر په شان ته د نورو نوافلو نو په سورلۍ کړي. کله چې مؤکد وګرځېدل نو بیا دا د فرضو په شان په سورلۍ نشي کولی، سورلۍ نه لاندې به یې کوي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق اذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عند يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. رواه ابراهيم بن طهمان عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال مراد ته نه دا چې ګوره مؤکد نه ده چې ادا شي غیر د تاکید د صورت نه نوافل چې دی دا ثابت دی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد بن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر. په دې باب باندې ډیر روایت راغلي تطوع په سفر اکثرا نن سبا لانجم په جوړه ده. د خلک وایي دا مولا نن سبا د بسترو ول اکثره دا خبره کوي په سفر کې سنت نه کول سنت دی وایي. ترغیب هم نور تور کوي چې تاسو په سفر کې سنت مکوئ. دا محشش تاسو اقوال راخستې دي. یو قول پکې دا دی وی روایات په صلات تطوع کې په سفر مختلف دي جدا. يظهر من الروايات الكثيرة انه كان يتطوع في السفر. د ډیرو روایتونو دا معلومیږي چې محبوب په سفر کې تطوع کوو. دا دی یو. او دویم دا مولوی صاحبان وفي كثير منها انه لا يتطوع في السفر. ډیرو کې دا معلومیږي چې محبوب په سفر کې تطوع نه کول. امام بخاری دلته دا دوه ترجمې راوړې. یو یې مو لګول او بل باب مو لګو. نو الجمع بین مختلف ما ورد فی ذالک مقصود د چې د جمع نه. دویمه دا د امام بخاری نسخې په دې باب مختلفې دي. خلاصه د دې مولوی صاحبانو علامه شامی رحمت الله علیه ذکر کړی ده په ډېرې احسن او اسهل طریقې باندې. علامه شامی رحمت الله علیه وی سفر ته به وکتلی شي امکان سفرو که چېرته سفر د امن او د استقرار والا سفر و نو بیا به چې دی پکې څه شی کوی شي سنت کوی شي. او که چېرته سفر د امن او د استقرار والا سفر نه و په منډه وي یا د دښمن ډاره وه نو کباب پاتې شل باک نه کوي. دا معنا نه ده چې په سفر کې سنت نه کول سنت دی. په سفر کې سنت ثابت دی. دا لاندې امام بخاري رحمت الله علیه باب لګولی. هغه فیصله د علامه شامی ته باید موږ ترجیح ورکو. سفر ته به ګورو که د امن او د قرار والا سفر و نو بیا د سنت وکړي او که د امن والا نه نو نه دی کوي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سالت ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اراه يسبح في السفر وقال الله تعالى لقد كان لكم في و محبوب سره می صحبت کړو مایت هورا ولې نه بخام تیر کې راځم التلاړو په خیر تیر شو مناسب شي چم شته څنګه دلته غرمه ما سره تیر کړی خوشاله کوم مجلس به وکړو خالدا مشکل نشته خو مزګر ونه غرمه ما تیر کړی وای. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى نو ما د محبوب سره صحبت کړو فلم اره يسبح في السفر ما نو لیدل چې د نوافل کول بچا کې په سفر کې. وقال الله تعالى خدای تعالی وی چې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. په نبی علیہ السلام کې تاسو د پاره ښه نمونه د اقتدا ده نو دغه مبارک پس اقتدا وکړئ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان ذلك. باب من تطوع في السفر بغير دبر الصلاه وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. قال حدثنا دا ګور دي زين استدلال کوي سحر سنت کړي دي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي الليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيته فصلى 8 ركعات ما رايته صلى صلاه دا عام سنت مبارک کړي دي.
رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبيحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمر برأسه وكان يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرنا ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفصنا عن انس رضي الله تعالى عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دا د جمع سوری په جمع بارک چې کوم روایت تر راغلي دي نو تقریبا شپږ اقوال محشي درته ذکر کړي پکې. یو قول پکې دا د مولوي صاحبانو چې لا يجوز الجمع الزماني زماني جمع چې دی جایز نه دی په یو زمانه کې دو منځونه. والاحاديث محموله على الجمع السوري او دلته چې دا کوم احادیث راغلي په جمع باندې نو دا محمول دي په جمع سوري باندې وهو مذهب الحنفيه. او دویم قول دا د يجوز مطلقا وهو مذهب الشافعي واحمد. درم قول دا د يجوز اذا جد به السير قاله مالك. څلورم قول دا د يجوز الجمع تاخيرا لا تقديما وبه قال ابن حزم. پنځم قول دا د يجوز اذا اراد به قطع الطريق ابن حبيب مالكي دا قول دی. او شپږم قول دا د انه مکروه دا مکروه دی. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع دا قول امام مالک رحمت الله علیه را نقل دی. باب هل يؤذن ويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعله اذا اعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقوم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها ركعه ولا بعد العشاء بسجدتين حتى يقوم من جوف الليل. وبه قال حدثني اسحاق وقال اخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حسن الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن قيلنا عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما فاذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن قيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت نعوده عيادتنا د بیمار پرسي ته ورغلو فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد. وبه قال دا غاولنه فعل د محبوب چې مقتدی پناسته منسکینو امام مقتدیان به مرسری ال تمخ کې منغو تاسو ته روایت تیرو آخر الامر د محبوب داو چې د ناستو مقتدیانه ولاړو. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا حسين بن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا الحسين
عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسوطا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القائد بالإماء. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبيد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكان رجلا مبصورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعدنا فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبنا. وقال عطاء إذا لم يقدر على أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وبه قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنبنا. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 و40 آية ثم ركع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءة نحو من 30 و40 آية فقام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نزل فإن كنت يقظ تحدث معي وإن كنت نائمة اتجع. كتاب التهجد. بس د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالأحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.